حتى ما فيش راحه. يعني انت حتى لو خدت راحه جسديه ما فيش راحه نفسيه ولا ذهنيه. الموضوع بقى صعب جدا. طيب كولر ماشي كويس قوي وبيعمل حاجات. هو مدرب يعني يبدو هادي لكن صارم جدا. واضح ان دماغه ناشفه. ايوه بيعمل اللي هو عايزه في الاخر. ايوه يعني وابتدت اللعيبه تفهمه وهو يفهمه. ويليق يعني بشخصيه النادي الاهلي. لا يليق قوي 3/4. طيب سؤالي الاخير بقى، ممكن نشوف صفقه تبادليه مع النادي الاسماعيلي ويبقى في صفحه جديده ويبقى في ضم لعمر الساعي؟ على فكره احنا طول عمرنا صفقاتنا مع النادي الاسماعيلي ماشيه بشكل مباشر. ايوه وطول عمرنا واضح على المستوى الاداري والرسمي علاقاتنا على اعلى مستوى. ايوه يعني احنا كنا نتحدث مع رؤساء النادي الاسماعيلي في كل الصفقات وكانوا بياخدوا المبالغ اللي بيطلبوها. ايوه وفي التوقيت اللي هم عايزينه. ما حصلش والله ما بيننا بالاسماعيلي وهو امر مفتعل تماما بفعل فاعل. واعتقد جزء كبير من جماهير الاسماعيلي بدا يدرك هذا الامر دلوقتي وبيتواصل منهم بعضهم معانا ولا الاصل ان الانديه تتبادل المصالح. ومفيش حد بيكسب لوحده في صفقه. يعني انا لما اخش معاك انا مش داخل اغلبك. ايوه انا داخل انت تاخد احتياجك وانا اخد احتياجي. انت احتياجك عمر الساعي وشوف الاسماعيلي احتياجه ايه وعادي جدا الدنيا تمشي زي الفل. انت بتكلم حد جنبك ولا؟ لا ده انا بكلم ايمن ابو عزيز. حبيبي يا باشمهندس والله وحشني والله. يعني اتمنى ان انت المكالمه دي كمان اسبوعين ايوه او مرتين تبقى بقى فيها المباركه الرسمي باذن الله ان شاء الله. كده خلاص كده خلاص. طيب على عمر الساعي يعني نبارك على انضمام عمر الساعي النادي الاسماعيلي. كلام جميل. ومهندس عادل القيعي بشكرك وبتمنى لك التوفيق وربنا يديك الصحه ويخليك لينا ودايما كده. يعني وجودك بيدينا حاله كبيره جدا من الاطمئنان على نادي الاهلي. شخصيه بتحب وتعشق النادي الاهلي بشكل كبير جدا. اخيره قبل ما نخلص ممكن؟ اتفضل. انا سمعت الكابتن طارق مصطفى زعلان على الكوره الاوفسايد اللي اتلغت. ايوه وايمن عبد العزيز تقريبا برضه زعلان. والكابتن ايمن وكل الزعلانين خلاص. انت عرفت ازاي من غير ما تساله؟ هو حسيت لا من غير. لو انا اقول لك اخوه امين في كمان زعلان في مصر اقولهم لك دلوقتي. ايوه لا لكن هي دي مش النقطه. ايوه النقطه اللي كل ما واحد يظن ان هو له قرار في صالحه يقول لك انا بس اتكلم على الكابتن طارق تحديدا ليه؟ ايوه وكابتن طارق انت بتقول عايزين العداله. هو انت اول فوز تحققه السنه دي كان على حساب مين؟ حساب الاهلي. واول هزيمه للاهلي كانت من مين؟ هل كان الماتش ده فيه عداله ولا كان فيه ضربه جزاء مؤكده والاهلي كسبان 3-2 ولم تحتسب وكل العالم شافوها وانت اول واحد شفتها بس انت كنت شايف ان العداله حلوه ساعتها. يا كابتن الكوره في طلعوا لك الخطوط ارفع على الخطوط قول لا اترسمت غلط. لكن انك تحكم كل واحد عايز بقى يمسك الصفاره ويحكم على قرار زي برضو الماتش اللي فات يقول لك احنا ما شفناش الكوره لسه بس وصل. يا جماعه طب ليه؟ ليه دايما كابتن ايمن رمادي. مش عايز اقول بقى عشان انا مش عايز تقول حاجه؟ يعني مش عايز اعمل مشاكل بيني وبين حد. لكن عايز اقول للناس خلاص خلينا نتريث الموسم يعني بيخلص. واذا كان الاهلي قد ظلم امام نادي بالتحديد ارجع بقى للثلاث سنين اللي فاتوا وشوف كل ماتشاته مع البنك. الكابتن ايمن عايز يقول لك حاجه بس بيقول لي بيزعل مني. مش عايز اقول له حاجه والله. اقول له ايه؟ لا يقول لي يلزع. لا خالص. ايمن كان معايا. بص انا كنت رئيس البعثه وهو كان مع المنتخب الاولمبي ايمن يعني كان كابتن الفريق. الحمد لله. لا خالص. يعني انا الحقيقه يعني عايز احيي الباشمهندس عدلي على كلامه الاولاني بتاع يعني اللي اتكلم بيه على نادي الزمالك والنادي الاهلي وان هم كقيمه كبيره جدا. تاني حاجه على الاقتراح اللي اقترحه في فكره الدوري الدور الواحد
وان النادي الاهلي مرحب بده جدا جدا، وده شيء طيب يعني ان انت بتحاول على قد ما تقدر ان انت تقدم حلول لانقاذ الكره المصريه من المواسم الكارثيه اللي احنا بنعيشها يعني. فالحقيقه ده شيء ايجابي جدا جدا، وحي الباشمهندس عليه. انما